ديال المغرب تيتجاوز تمبوكتو المالي ونهر النيجر كنحكموا حتى الاندلس. شي ديك الذر وديك الحديد وديك الهضره وداك اللون وديك المغرب راه ماشي يلاه راه امبراطوريات، الناس هادو ما عارفينش واش كانت ولا كاميرتي انايا خويا احشم. نحن ظلمتنا الجغرافيا، نحن هل ذهبنا للتطبيع من يعني محض ارادتنا؟ شو ديك الهضره وديك لكن يا اخي الجزائر 60 سنه وهي تعادينا، موريتانيا شقيقه لكنها تعترف بالكيان الصهيوني، تونس انت ترى ماذا تفعل تونس في استقبال هذا الانفصاليين، ليبيا حاليا، مصر لا ندري اين الموقف ديالها، فماذا نفعل يا اخي؟ يعني لو كان ابليس لديه اسلحه كنا نتحالف معه لانقاذ انفسنا يا اخي، تشبثنا لاننا كنا في موقف ضعف يا اخي. يقول لك الاس 500 والاس 600 والاس 400. خليك يا راجل من هذه الهضره هذا. نقول ان التطبيع مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية هو تنسيق تكتيكي واستراتيجي لمواجهة مجموعة من الأخطار، خطر هذه الجزائر، الخطر ديال إيران في المنطقة. نو صنجينا الحديث هذا، رانا في الريونيون تاع الكونسيل ديسيبلين حنا. بالمغرب الصحراء تحولت إلى صنم، لأنهم عبدوا هذا الصنم حتى دخلوا في التطبيع مع الصهاينة. يعني أنا هذا الذي قررت أن أقوله، أنه يعني اتخذت ذريعة الصحراء. نعم. وأنه يأتي واحد زي ترامب هذا العفن، آسف للقول، ويجي مشان يعطيهم توقيع، هو لا يقدم ولا يؤخر شيء. مين أنت يعني تعترف في ناس في بلد آخر؟ من أجل ذلك باعوا القدس. يعني أنت الأرض المغربية يعني أرض مقدسة للمغاربة ولا آخره، لكن أنت من أجل موضوع أنك تحصل على توقيع لرئيس أمريكا يذهب وانتهت أمره، أنت هو ماسك ملف القدس كمان. أيوة، ماسك ملف القدس. ثم الآن في معلومات أخرى أنه كجزء من الخلاف انه الحكومه المغربيه او المغرب كانت تستخدم هذا التجسس هذا تاع بيجاسوس، صحيح، وتتجسس على 6000 شخصيه، منهم عدد كبير من الشخصيات الجزائريه. وهذا برضو زاد الطين بله. نعم. انه انت جبت هذه الحكومه اللي يفترض انها معاديه للجزائر وهي كذلك والشعب الجزائري، وحطيتها على حدودنا وبتتجسس في من طبعا بيجاسوس هذا اصلا المعلومات تروح اولا على عند الكيان الصهيوني، وبعدين بتروح الصفقة العسكرية الأخيرة أيضا زادت الطين بلة. يعني أنت جايب صفقة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي حتى يعني تؤسس إلى شركة لطائرات، هذه الطائرات بدون. ولذلك أنا بعتقد أنه حتى موضوع إغلاق الحدود الأخير وقطع كذا كان جزء منه هو التحريض الصهيوني. يعني بعض الوزراء الصهاينة أجوا على المغرب وبدأوا يهاجموا الجزائر من المغرب. هو مسؤول إسرائيلي قالها صراحة. وقلنا للأخوان المغاربة يا أخي بيناتنا الحكاية. أيوة. كيف تسمحون لي مسؤول رسمي يأتي على المغرب، يأتي من المغرب يهاجم الجزائر؟ يعني هذا لم يقبل. نطلب منكم حاجة، ماذا بكم تعاونونا وتحملوا شويه العرس بوشي والحاله، على خاطر ماذا بينا ننظروا حنا لبرومي في الشرقي هذا. خلي الهضره اللي كتقال الان، وكاين البعض كما كنعرفوا الكبرانات كيمشي في اتجاه المغرب وغيره. اولا هذا باش نتفاهموا القضيه ديال الموقف الاسباني هو موقف ديال الدوله الاسبانيه. الدوله الاسبانيه مشى هذا وجا حزب اخر نفس الموقف، كبرانات غيبقاو يتسناو. تم حسب ليش ناس 30 بيك انت غادي يبقاو يتسناو، ولكن موقف ديال الدولة الإسبانية ما فيه لا هذه ولا هذه. Esto no es Marruecos, esto es España. Porque Ceuta nunca ha sido Marruecos. Ceuta no es Marruecos y Ceuta nunca será Marruecos si Vox gobierna. Porque Ceuta ha formado parte de España desde antes de la existencia del Reino de Marruecos. باستا يا. لان الدوله الاسبانيه خذات قرار هذه المساله، وكنعرفوا هذه القرارات كتكون فيها مشاورات مع مجموعه ديال الاطراف، بما فيها الاطراف اللي هي كانت معارضه بحال هذه القرارات مع الاطراف اللي كتكون معارضه لرئيس الحكومه الاسبانيه.
تدري كفوك على المجلس ولا واش؟ O sea, ¿qué haría? Si ahora mismo tuviera que heredar el poder de alguna manera, ¿lo quitaría? Yo ya se lo he dicho. Si nosotros tuviésemos la responsabilidad, en primer lugar intentaríamos restablecer relaciones con Argelia. Nos parece que fue un legado que nos dejaron todos los presidentes del gobierno anteriores. Todos tuvieron buenas relaciones con Argelia y Portugal y la ONU. Todos. Felipe González, Aznar, todos. Era un país con el que teníamos un tratado de amistad. البطوش غادي تما في القضيه ديال جالس ما جالس مصيفطاه الجزائر بجواز سفر جزائري جالس تما. اذا نيجيريا تقبلوا يجلس، ولكن هذا لا يؤثر. هذا ما كيأثرش لان الامور الان اكبر والمحور اكبر. العياشي قال لهم اسبانيا خدات قرار بمشاوره جميع الاحزاب الاخرى. خوتي كاع على بالنا باللي هذه ما كانش منها. ياك مام تما في اسبانيا الاسبانيين الحزب نتاع سانشيز قالوا له يا ودي انت كيفاش هذه تستعرف بالمروكيه الصحراء وحنا ما على بالناش. الحزب نتاعو ما تشاورش معاه، فما بالك الاحزاب الاخرى يا خوتي. ولكن الموضوع ماشي هذا، الموضوع هو شتو كاينه القضيه نتاع اسبانيا وكاينه القضيه نتاع نيجيريا، زعما مواضيع مهمين بالنسبه للعياشه خوتي. ياك شفتوا هذاك باغ اكزومبل ابراهيم غالي دخل نيجيريا استقبال رئاسي خوتي، استقبال رئاسي النشيد الوطني، ان فري بريزيدون ديتا، ما كان لا هادي ولا هادي. وعندنا القضيه تاع اسبانيا يا خوتي، ياك شفتوا اسبانيا طار الحمام كما يقول لك، وحنا كنا على بالنا بها. هذا الاعتراف هو قال لك الى ان دوري ليميتي، حنا على بالنا بلي مده الصلاحيه نتاعو هي مده وجود سانشيز في الحكم. نهار يطير سانشيز يطير معاه هذاك الاعتراف. العياشي يا خوتي حلل لهم هذو المواضيع، ولكن في من با 3 دقائق ما يوضح ما يفسر، باسكو على بالو بلي ما عندك ما تحكي. روح تكذب على الجزائر خير لك، باسكو المواضيع اللي تهم بلادك صراحه يفوت فيهم يا خوتي. ما كانش نيجيريا راحوا بعتوه للجزائر والتونس كي راح بعتنا حنا. قلت لهم ياك علاش سحبتوا السفير؟ علاش مع نيجيريا ما تقدرش تسحب السفير؟ هذه علامه الرخص يا خوتي. كي يقول لك واحد انا قوه اقليميه في زريبتك، في الكابيني ديالك، في دارك، بصح في العالم رانا نشوفوا القوى الاقليميه شكون. ان العلاقات المغربيه التركيه ما وقعش فيها شي توتر. تركيا الموقف ديالها واضح، بمعنى انها داعمه للوحده الترابيه المغربيه لان عندها اشكال اخر. على بالكم اللي قال باللي هادو العياشه عندهم امراض عقليه ما كذبش، والدليل راه يبان لنا كل يوم هنا مع هادو المحللين زعما تاع الخبراء تاع المخزن. على بالكم يا خوتي تروحوا تشوفوا مثلا تركيا، ياك ديك النهار جا هذاك الوزير الخارجيه تاع تركيا دخل للزريبه حكى معاهم، هو مازال ما ركبش في الطياره نتاعو رايح، وهما خرجوا باين قال لك سي بون راه استعرف لنا بالصحراء، راه استعرف لنا وتركيا. لو ماك وصل لبلادو الى غاردي لي زانفو ils ont vu que راهم يكذبوا عليه. تركيا دارت بيان من غير وصل دار بيان قال لهم باللي حنا ما استعرفنا لكم ما والو، راكو غير تستخلطوا برك. هل خرج العياش عباك نهار داروا هذاك البيان العياشه كوم كوا راهم استعرفوا لهم الاتراك، هذا خرج يطبل هذا العياشي موراها ميم با 24 اور تركيا دارت بيان قالت لهم باللي ما كاش منها. هل خرج العياشي هذا يقول لهم باللي رانا غلطنا ما كانش منها؟ ما خرجش. وشوفوا اليوم مازال يقول لهم باللي تركيا راهي استعرفت لنا، باش تشوفوا كيفاش يخدموا هادو الخباثه. لو كان تتذكروا يا خوتي كاين 3 ولا ميم با 2 موا كان هذاك السفير نتاع تركيا في الزريبه بدا يعطي في الراي نتاعو، زعما بدا يهضر ويعطي في الراي نتاعو. ياك شفيتوا عليه ميم با 3 سوايع من مورا هذاك الحوار اللي دار مع هذوك الجريده تاع المخزن، عيطت له تركيا تو سويت الا بلي الى ايتي روتيري دو سون بوست اخوتي. العياشي يقول لك تركيا استعرفت لنا وتركيا قال لهم ديروا تمثال الامير عبد القادر. انا واحد السؤال ديال الموضوع ديال الامير عبد القادر، واش فعلا كاين شي حد سميتو الامير عبد القادر؟ خلي دوك الوثائق، راه واحد شخص عادي خلقوا منه واحد الاسطوره، لان الكتابات كلها متضاربه. لان ما نساوش واحد القضيه وكنعاود نقولها، بومدين اللي الجزائريين كيتفكروه وكيهضروا عليه ليس هو بومدين الحقيقي. بوخروبه
قام بتصفيه بومدين في الغرب الجزائري وخذا الاسم ديالو. وقلت واحد القضيه، مازال كاينه الشهادات ان حتى السنوات الاخيره الزوجه ديال بومدين الحقيقي كانت مازال كاينه، ولكن مضروبه على واحد الحراسه كثيره. مشروع قال لك تمثال، قال لك غيكون هو الاعلى في العالم، هو الاعلى في العالم. مزيان. ارتفاع ديال 42 متر، عملاق. اذا عملاق، هذا عملاق. هذه الازمه ديال الهويه ما كايناش مشروعيه، نديروا مشروعيه بواحد التمثال. قال لهم هل كاين شي واحد سميتو الامير عبد القادر؟ على بالكم يا خوتي باش تفهموا الحكايه نتاع الامير عبد القادر مع هادو المخزن والمرتزقه تاعو، لازمكم ترجعوا للور. اون فادير اون با با رونتري دون القضيه نتاع الخداع، بصح باش تفهموا بيان ليستوار سي كو على بالكم الامير عبد القادر مسكين الله يرحمه الى باسي مع هادو المخازنيه بعده مراحل. على بالك في الاول كانت مرحله الخداع، خدعوه. على بالكم يا خوتي واحد كذاب وخداع مع واحد مولا كلمه كيتلاقاو يديروا افير، شكون يسفي افوار؟ سي مولا الكلمه، باسكو هو رجل على بالك يعطيك كلمه سي كلمه، وهذاك الخداع اون فاس كي الحربه على بالك. الوغ خدعوه. مور الاستقلال يا خوتي على بالك حبوا يديوه ليهم. قال لك الامير عبد القادر راه مروكي، وراه كي جات فرنسا تستعمر الجزائر الامير ديالها هذاك الخداع راه قال لهم قال لك بعث الامير عبد القادر لتحرير الجزائر. قال لك على بها هذوك اصحاب الغرب داروا له البيعه، والبيعه هذيك اللي داروها ما داروهاش الامير عبد القادر، راهم داروها المولاهم تاع المروك. باش تشوفوا باللي هاد الناس مهابل لا سيزوفريني لواحد الدرجه يا با د نيفو. على بالك حبوا يسرقوا له التاريخ نتاعو والاصل نتاعو كيما قدروش، باسكو على بالك الامير عبد القادر جو لو دي ماشي باسكو انا جزائري، الامير عبد القادر حكايته تاريخه و توت سون هيستوار الا ديباسي لالجيري. ما بقاتش الامير عبد القادر ما بقاش شخصيه جزائريه، الامير عبد القادر اليوم راه شخصيه عالميه. ستادير تو با لو فالسيفي ولا لو ترافيكي ولا تزور التاريخ نتاعو، مستحيل. ما قدروش يساريتي ماتنو واش راهم يديروه؟ راهم حابين ينكروا الوجود ديالو يا خوتي. قال لك هذا كيفاش الامير عبد القادر، هل حقا كان كاين الامير عبد القادر؟ هاي باش تشوف باللي على بالكم لو كان جيت انت محلل سياسي وتحكي مع ناس واعيين ما تقدرش تحكي جمله، ما تقدرش تخرج من فمك جمله كيما هذه. مي كون تي دون ان ازيل بسيكاتريك، هذاك السبيطار تاع المهابيل، تقدر تقول واش تحب يا خوتي. هذا راه يهضر شغل راه في وسط السبيطار تاع المهابيل، على بها يقدر يقول لهم صوالح كيما هادو يا خوتي. والدليل عن هذا خوتي قال لهم الامير عبد القادر ما كانش منها، قال لهم لان بوخروبا سرق قتل بومدين وسرق له اللاسم ديالو. هاي شتوجو خوتي ما تلقاوش تقول مع الناس هادو. على بها على بالكم كي تدير ما تقدرش تدير حوار مع واحد عياشي. كيفاش تهضر، كيفاش انت تحلل هذا واحد كيما هذا، كومون تو بو لوي اكسبليكي دي شوز تو بو با. على بالكم هواري بومدين حكايته على بالكم ما كاش اللي ما يعرفهاش. سي انسان قاري وانسان واعي مثقف، وهذا الانسان هواري بومدين يا خوتي كان موجود في عهد صلاح الدين الايوبي. ستادير هذا هواري بومدين، هذا بومدين شعيب كان يحارب مع هذاك صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين في القدس يا خوتي. العياشي خرج قال لهم مرتو تاع هذا بومدين راهي حيه وراهي تطالب في حقها، وقال لهم باللي بوخروبه قتل هذا السيد. ستادير انا على حسب واش الفهمه تاع العياشي هذا، بوخروبه راح حارب مع الصليبيين، راح حارب مع صلاح الدين الايوبي في القدس، ومن بعد كي جاو هو وشعيب قتلوه ودالو اسمه. ما تهبلش يا خوتي، باش تشوف باللي هكا بناو التاريخ نتاعهم. هذيك 12 قرن وحنا في القمر وحنا مملكه وحنا هكا بناوها بعباد كيما هذا، وهذا يفالي سي لو فلومبوا واحد حيوان اكثر منه يا سيد سويت اخوتي. سلعة كتامة ترقد العياشة إلى يوم القيامة. مشروبات سيدهم. ديال مجموعه ديال الناس باقيين في العراء
ما كاين ديور. شفنا شي عمليه ديال توزيع ديال المنازل اللي قال لك راه غيعطيوهم في 48 ساعه. واحد درنا واحد التعليق هنا قال لك راه غيعطيوهم فينا، عطينا شي نموذج، كاين والو. 120 عائلة فقدت سكناتها إثر التقلبات الجوية الأخيرة والتي خلفت أضرارا معتبرة في تيبازا ساعات فقط بعد صدور بيان مجلس الوزراء. المتضررون ينقلون إلى مساكنهم الجديدة. معاناة كبيرة، ونشكروا رئيس الجمهورية، نشكروا السلطات المعنية اللي قاموا بنا ووقفوا معنا. صح في الأول نضرينا بكينا، راك تعرف الإنسان يكون مضرار يشكي وإلى آخر ويغضب، بس الحمد لله الحمد لله نشكروا رئيس الجمهورية ورانا معاه. ورانا فرحانين بالدار، ما كاش اللي ما يفرحش بدار، اللي يقول لك ما فرحش ماهوش إنسان. والحمد لله سلكونا أولادنا سيدي جابوكو الحمد لله. نشكروا رئيس الجمهوريه والقرار اللي اتخذوا يعني تاع اسكان هذ الناس هذو المنكوبين، فريمون الناس هذو نضروا، وكان يعني صح كارثه كبيره. مناسبة الماء عندهم مع الجثث. نبه خطيرة هذه القضية ويسولوا عليها ويقراوا عليها. الماء مع الجثث مشكل كبير جدا. على بالكم خوتي هذه لا ديسكات نتاع الفيضانات على تخينيا بكال زعما الجثث نتاع العشريه السوداء تو سا سي لا ديسكات نتاع المخزن. على بالك المخزن هو اللي يعطيهم المواضيع. شوفوا مثلا هنايا مثلا هذا العياشي طبق هاد لا ديسكات هذه تاع الفيضانات والجثث طبقها مثلا على الجزائر. شوفوا خوه المرتزق الاخر طبقها على الصحراء الغربيه. سين ديسكات يستعملوها يركبوها كي تساعدهم. ولحدود الساعه نلتقي مع رجال السلطه هناك. يقول لك حينما ياتي الواد بكثره لا زال يرمي جثث مغاربه مساكين ذبحهم البوليزاريو. وسط قناه الجزيره كاينه واحد المجموعه ديال الجزائريين اللي عندهم علاقه، يسميو راسهم اعلاميين، عندهم علاقه بالكبرانات. قضيه ديال الصديق عبد الصمد ناصر واللي تعلن بانه القناه فسخات معاه العقد ديال العمل في القناه. امور ديال اللقيط. هذا دراجي لقيط ملقط بهذه العباره. كيرد عادي. سي عبد الصمد كيرد على اللقيط عادي جدا. تدوينات. اذا هنا اش ولا؟ الا حطينا مثلا المسار ديال واحد المجموعه ديال التدوينات، هذه امور اللي هي ديال الحريات. واحد كينتمي للبلاد كيدافع على بلاد من المنطلق ديالو، هو حر بمعنى هنا عبد الصمد انا ذاك الراي ديالو هذا ما عنده علاقه بالقناه، كيدافع على بلادو. هما كيقول لك حريات، هذا عبد الصمد كيدافع على بلادو. دابا الا لاحظنا هنا السي عبد الصمد كان كيكتب بالمقارنه مع داك الروينه اللي كان كيكتبوا هذوك المجموعه بن قلنا ودراجي، شكون اللي كان خاصو يتفسخ العقد ديالو ويجروا عليه؟ لا كان خصهم يجروا على شي واحد. اول واحد هو دراجي، وهنا كنقول بمعنى خاصو طرد. دراجي خاصو الطرد. شكون صاحب هذا القرار؟ شكون وافق عليه؟ واش نساو اشنو دارت؟ انا كنهضر على السلطات هنا. واش نساو اشنو الجزائريين كانوا باغي يديروا في المونديال والدور اللي لعبوا المغاربه في المونديال؟ ولا كاميرتي انايا خويا احشم ديجا انا حاولتي صراحه انا بالنسبه لي هذه المشكل هذا اللي صرا مع هذا الصحفي تاع المخزن هذا الاخيره تاع الجزيره خوتي واش بينت لي باللي صح يخدم مع المخزن وصح مخزني. اذا كان عندي شك اليوم تبين انه صح يخدم مع المخزن. باسكو كي تشوف يا خوتي الضجه اللي ناضت في المواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبيث، والله تكذب. جي جامي فيو سا يا خوتي. بورتون كي تجي تشوف يا خوتي هذا السيد راه في قطر، راه جوست الى بيردو سون بولو اون فادير، خدمته راحت له. هذا ما كان ياك هما راهم يقولوا هذا راه صحفي كبير تو سا. توت الاذاعات نتاع العالم يفون لابلي سي سي فريمون صحفي كبير وكيما راكم تقولوا عليه. بصح يا خوتي شوفوا الفرق بين العياشه. على بالك شوفوا هذاك بو 20 يا خوتي، هل سمعتوا عليه ضجه ناضت؟
هل سمعتوا خبيث واحد من مرتزقة المخزن يحكي عليه؟ بورتون شوفوا يا خوتي الفرق. بوعشرين ضربوه ب 20 طون حبس باسكو حكايه مدرحه مركبها له المخزن، وراني بينت لكم في لا فيديو اللي قبلها كيفاش كان هذا نانار المرتزق كان يعمل مع المخزن اللي ضرب هذاك بوعشرين. هل سمعتوهم خوتي يهضروا عليه؟ راه في الحبس السيده، ما هضره ما كانش، لا جريده لا مرتزق لا هذوك صحاب حقوق الانسان لا هذيك والنقابه نتاع الصحافه ديالهم، باش تعرفوا باللي كاع يد وحده كاع يخدموا مع المخزن يا خوتي. صراحه واش سي كي لو بلوس ا بلامي لو ميك في الحبس بور 20 طون ولا لو ميك في قطر يفي البو لابا؟ صراحه يا خوتي هنا بينوا لكم باللي انا صراحه ما تفاجأتش، لانه كي تشوف الشعب يدير مسيره للتضامن مع واحد مغتصب مغني مغتصب، ما تبقى تنتظر من هذا الشعب والو، راه وصل لو نيفو تاع لي زيغو يا خوتي. الشعب هذا قال لك الجزائر هنا باش يبين لكم يا خوتي باللي ماشي قضيه الجزائر راهي واعره، باسكو كي تقول الجزائر راهي واعره شغل راك تنقص من القطريين، شغل القطريين عيانين. نو سي با فغي يا خوتي. القطريين ايزون فيو كو هذا راه مرتزق، والتغريدات نتاعو يا خوتي شوفوا غير نديرهم لكم التغريدات نتاعو. على بال كان واحد الوقت يطبل كي كانوا يقتلوا في الصحراويين وهذوك لي شوفور نتاع الجزائريين، كان ينوض يزغرت. شكون يقدر ينوض يطبل على واحد ميت ويشطح على واحد ميت يا خوتي؟ غير هادو تاع الخوبثه تاع المخزن. ومن بعد كيف فضحوه باسكو على بالك واحد الوقت كانوا يقولوا نو احنا ما عندناش لي درون ما عندناش خرجوا قال لهم نو احنا ما عندناش. على بالك تناقضات. هذا قال لك صحفي كبير ما بين تغريده واحده اخرى يتناقض وحده يا خوتي. وزيد يا ديرنيامون شي با وزاد دار واحد التغريده ويقول لهم بلي زعما نتيريو على الموريتانيين ونتيريو على الجزائريين، حنا شواكر بلي درون تاع اسرائيل وبلي درون تاع تركيا. زاد اعترف بلي يستعمل في لي درون باش يضرب مسلمين يا خوتي. هذه شوف بالنسبه لهم راهي مفخره، بالنسبه للعالم العربي راهي عار يا خوتي. ولا بروف هم وتشوفوا تلاحظوا تاني عالميا المرتزقه تاع المخزن بداو يطيحوا بواحد طاحوا هذوك تاع البرلمان الاوروبي يا خوتي شفتوهم. زاد طاح هذاك تاع بي اف ام تي في هذاك اللي قال لا ماناش كوني با مون بير، وزاد طاح هذا المعفون. الى ليست مازالها جايه يا خوتي. اي قضيه العياشي يدخل لك فيها الجزائر. وتلاحظوا يا خوتي الزوج وجوه اللي عندهم هذو المرخص هذا، باسكو يقول لك الصح. شفتوا كي يهضر على هذا الصحفي كي تشوفوا هذا الخبيث يا خوتي يهضر على واحد ويقول لك السي، عرف بلي هذاك راه يخدم في المخزن وراه معاه. يقول لك الصديق نتاعي والسي فلان راه يقود له، ستادير راه قراضي عليه. يسب في الجزائر ويسب في الموت يا خوتي ويندد باش الناس يروحوا يضربوا بلي دغونه. قال لك راه يدافع على بلادو وبصح حفيظ دراجي يدافع على بلادو. قال لك هذاك لاقيط. هاي شكون اللاقيط هنا؟